كل سنة وانتم طيبين، وتعيشوا وتفتكروا وتعيشوا تصنعوا تذكارات للقديسين. ربنا له المجد بيكلمنا النهاردة ان احنا لازم نكون قديسين مهما كانت الدنيا وحشة. بيقول لنا ان احنا لازم نكون قديسين مهما كانت الدنيا وحشة. بيقول لو مشينا في النار لازم نبقى قديسين وما نتحججش ونقول اصل كان حوالينا نار. لو في مية هتغرقنا ما نتحججش ونقول اصل كنا هنغرق. لازم نعيش قديسين ان جزنا في النار او ان جزنا في الماء. الكنيسة النهاردة من خلال القراءات عايزة تفهمنا ان احنا بطولنا ما نقدرش نعمل حاجة. احنا ضعفاء، ولو الشيطان دخل في الحرب معانا يكسب لو احنا بطولنا. الكنيسة بتحكي لنا النهاردة حكاية حصلت في أفسس مع معلمنا بولس الرسول. كان بيبشر وبيكرز باسم المسيح وبيعمل قوات باسم المسيح، لدرجة ان كان عنده قروح ودمامل في جسمه ورابطها بمناديل وعصائب. لما كانوا يفكوا المناديل دي من على الجروح بتاعته كانوا بياخدوها المرضى ويشفوا بيها. دي قوة بولس ولا دي قوة مين؟ دي قوة ربنا اللي معلمنا بولس بيخدمه وبيكرز بيه. لدرجة انه كان في واحد من الناس اللي بالكوا منهم اللي حوالينا هنا برضو، اللي يقول لك احنا بنكتب واحنا نخرج شياطين واحنا نفك الاعمال واحنا كان في ناس كده برضو. والناس دول شافوا بولس الرسول وهو بيعمل قوات باسم المسيح، فقالوا طيب إذا كانت الحكاية دي ماشية ما نستعملها احنا كمان. فراحوا جابوا واحد عليه روح شرير وقالوا له نستحلفك باسم يسوع الذي يكرز به بولس ان انت تخرج من الراجل ده. فالروح الشرير قال لهم يسوع انا عارف وبولس انا عارف، انتوا بقى تطلعوا مين؟ هو اي واحد يقول اي كلام وخلاص؟ عمالين تضحكوا على الناس وتقولوا بنخرج وبندخل وبتقولوا بنفك وبنعمل. انتوا بتشتغلوا بايه؟ هو اسم المسيح بيتلعب بيه كده؟ انتوا عارفين مين هو المسيح؟ انتوا بتؤمنوا بالمسيح ولا بتلعبوا باسم المسيح؟ والراجل اللي عليه الروح الشرير راح قايم عليهم مسكهم كلهم عجنهم في بعضهم وخرجوا من البيت عراه مشدوخ الرؤوس، يعني بطحهم وعراهم وكرشهم من البيت. فالكنيسة بتقول لنا اسم المسيح اهو لما بولس الرسول يآمن بيه المناديل اللي مليانة مدة من الجروح تشفي المرضى. لما نآمن باسم المسيح، لما يبقى في بيننا وبين المسيح علاقة، لما يبقى في بيننا وبين المسيح حياة، مش المسيح واسم المسيح تعويذة
زي الناس دول المعزمين اللي بيقولوا احنا بنخرج شياطين وبنفك أعمال، ويقول لك ده بالإنجيل، واحنا نقول ده بالإنجيل، ويكتب آيات واحنا نقول ده بيقول آيات، ده بيكتب آيات. وواحد ولا واحدة يقول لك روحوا ده بالإنجيل وده راجل مسيحي زينا، واحنا نضحك عليكم، ومعقول احنا عبط هنروح لأي حد؟ الكنيسة بتفهمنا النهاردة إن في ناس شغالة مع الشياطين لكن بتلعب باسم المسيح، فاكرين إن اسم المسيح للعب. راح الشيطان مسكهم، عجنهم في بعض ودقهم دقة محترمة، وقلعهم هدومهم وكرشهم في كل هزء وكل عار وكل كسوف. فالكنيسة عايزة تفهمنا إن إحنا لازم يبقى لينا علاقة بربنا، والعلاقة بتاعتنا دي مع ربنا تخدمنا وتسندنا مهما كان الضيق. يقول أقول لكم لدرجة إيه ممكن يبقى الضيق؟ ممكن يجرجروكوا ويسلسلوكوا ويودوكوا أمام ملوك وولاة، ممكن يطردوكوا، ممكن يسجنوكوا، ممكن يحبسوكوا، ممكن يفتروا عليكم. بس أنا أقول لكم على حاجة، ولا تهتموا ولا تعملوا حسابها ولا تعتلوا الهم. أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. طب تديها لنا إزاي يا رب؟ ده احنا ضعفاء واللي واقفين قدامهم ملوك وولاة، احنا عزل ولا في حاجة في ايدينا، واللي قدامنا معاهم سيوف ومعاهم بنادق ومعاهم حاجات، احنا نقدر على ده في ايه؟ احنا حيالله ناس غلابة وبسطة وعلى باب الله. الناس التانيين عندهم الفلسفة وعندهم العلم وعندهم الثقافة وعندهم الدجل وعندهم الأفكار الوحشة والأمور الشيطانية، ويقول لك مش عارف عنده كتاب ايه مكتوب فيه، وعنده ايه بيقول منه، وعنده ايه بيقرأ عليه. احنا يا رب نروح فين في وسط الناس دول؟ قال أنا أعطيكم فمن وحكمة. القوة مش من عندكم، القوة من عندي أنا، وأنا اللي حديكم. فمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. طب احنا عندنا إيمان بالحكاية دي؟ اللي عنده الإيمان يقدر يختبر الحكاية دي. بولس الرسول كان عنده الإيمان، لكن الراجل سكاوى ده ما كانش عنده إيمان، بس بيلعب بالمسيح. بيقول انتوا في الكنيسة ايه بتعملوا كده؟ طب انا كمان اعمل كده. بولس بيقول ايه؟ باسم يسوع الناصري. طب انا كمان اقول باسم يسوع الناصري. بتعملوا ايه؟ بترشموا صليب. طب انا كمان هعمل كده، انا كمان ارشم صليب. يقوم الشيطان يعمل ايه؟ الشيطان فاهم اللي بيستعمل اسم المسيح بإيمان ينال قوة. فاكرين المرأة نازفة الدم لما كان المسيح له المجد ماشي في وسط الناس والدنيا زحمة، وراح بص كده وراه وقال مين اللي لمسني؟ قالوا له يا رب ما نعرفش، ده كل الناس لمستك والناس دهوست، ما الدنيا زحمة يا رب ما انت شايف. قال لهم لا، في قوة خرجت مني. في واحد خبط فيا وواحد حك فيا، لكن في حد لمسني بإيمان عشان ياخد مني قوة، فخرجت مني قوة. مين هو؟ كله وقف يبص محدش عارف. جت الست سجدت قدامه قالت له أنا يا سيد. فمش كل اللي يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات.
اللي يقول يا رب بإيمان، اللي يقول يا رب وهو عارف بينده على مين. ما احنا بنقول أبانا الذي 1000 مرة في اليوم. مين اللي يقولها مرة بإيمان ياخد اللي بيطلبه؟ اللي يقولها مرة بإيمان، مش زي ما سكاوى قال أستحلفك باسم يسوع الذي يكرز به بولس، أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، وإحنا بنتكلم مع بعض وإحنا بنلعب مع بعض وإحنا فاتحين التليفون وإحنا بنقول وبدأنا ناكل وإحنا بنصلي، وتقول أبانا الذي، تيجي تقول الجملة التانية تلاقي اللي حواليك خلصوا. انتوا قلتوها يا أولاد إزاي بسرعة كده؟ خلصتوها إزاي؟ قلناها من قلبنا، قلناها بإيمان، ندهنا على ربنا بإيمان. بيقول لو بإيمان إن جزنا في النار والماء هيخرجنا إلى الراحة. جزنا في النار والماء وأخرجتنا إلى الراحة. والكنيسة بتقول لنا النار والماء دي المعمودية، فيها المية والروح القدس اللي حل على التلاميذ مثل ألسنة نار. نيجي من العالم، من الضيقات بتاعته، من التجارب بتاعته، من السجن بتاعه، من الملوك والولاة اللي بيضطهدونا وبيحاربونا، ومن قوى الشر، ومن السحرة، ومن الدجالين اللي بيخدعونا وبيبعدونا عن ربنا وبيسمموا حياتنا وبيفسدوها. جايين منها للمسيح، نقول له يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك. احنا جايين سايبين الدنيا دي كلها وجايين لك. احنا جايين ملتجئين إليك، جايين نتحامى فيك، جايين نستقوى بيك، جايين نتزود بيك، جايين لك عشان تريحنا. احنا متعبين وثقيل الأحمال، وجايين لك عشان نطرح عندك حمولنا وتريحنا. يقول جزنا في النار والماء وأخرجتنا إلى الراحة. تتعمل المعمودية كده هناك في آخر الكنيسة عشان اللي جاي من بره من العالم يعدي عليها الأول ويروح داخل منها بقى جوه الكنيسة، والكنيسة تلبسه الأبيض فأبيض وتقول له أكسيوس وتزفه وتقول له مبروك عليك، أنت جزت في النار والماء وخرجت إلى الراحة. فنلبس أبيض فأبيض في الكنيسة بالطهارة والبر بتاع المسيح، يكسينا الضعف اللي فينا يبقى قوة، قلة الفهم اللي عندنا تبقى علم واستنارة، الجهل اللي عندنا يبقى حكمة ويبقى معرفة. منين؟ مننا؟ لا، من قوة ربنا اللي احنا مؤمنين بيه وبننادي بيه ونكرز بيه ونموت من أجله. زي الشهيد فخري مات من أجل المسيح وتهدد تاني وتهدد تالت ومات من أجل المسيح. عشان ايه؟ عشان عنده إيمان بالمسيح. فالنهاردة الكاثوليكون بيقول لنا هذه هي إرادة الله أن تصنعوا الخير لكي تسدوا جهالة الناس الأغبياء. ربنا عايزنا، إرادة ربنا بتقول أنا عايزكم تعملوا الخير. ما تقولش أصله بيعملوا فينا شر ولازم نرد، لا، اعملوا الخير حتى لو اتعمل فيكم الشر. مش احنا ضد اي حد بره، لا، اي واحد واخوه، اي واحد وابنه، اي واحد ومراته، اي واحد ورفيقه اللي الشيطان بيدس بينهم خصومات وبيزرع بينهم خصومات وافكار وحشه وبيتعبنا من بعض وبيضايقنا من بعض. اللي يعمل فيك شر اعمل فيه خير. لا تقاوموا الشر بالشر بل ايه؟ بالخير. حتى إن جزنا في النار والماء، سكتنا
هي اسم يسوع المسيح. سكتنا هي عمل الخير، سكتنا هي الإيمان بالمسيح، سكتنا هي الاتكال على الله، ونقدم لربنا ذبايح. وفيك النذور التي نطقت بها شفتاي. نقدم لربنا حياتنا، نقدم لربنا توبتنا، نقدم لربنا صومنا، صلاتنا، جهادنا، محبتنا لبعض، احتمالنا لبعض، غفراننا لبعض، مسامحتنا لبعض. إن كانت الدنيا اللي حوالينا نار ولا مية، لازم نفضل ماسكين في ربنا وماشيين في سكة ربنا، نصنع الخير. ما نقولش أصل الدنيا وحشة، حتى إن كانت وحشة هذه هي إرادة الله أن تصنعوا الخير لكي تسدوا جهالة الناس الأغبياء. ربنا يبارك فيكم ويعطيكم نعمة ويعطيكم قوة وتعيشوا وتعمروا ويبارك فيكم. مبروك للولاد الجداد الشمامسة اللي يترسموا النهاردة بنعمة ربنا، ويعيش الآباء والخدام والمرتل وكل الشمامسة وكل شعب صول الجميل. تعيشوا كلكم وتعمروا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.